السلام عليكم. وصفتنا النهاردة بسيطة جدا وفي منتهى السهولة وما بتاخدش وقت. هنعمل بسكوت ينفع جنب أي مشروب دافي، ومكوناته بسيطة جدا ومكوناته كمان موجودة في كل بيت. نبدأ بالمقادير. كل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبكميات. أول حاجة هناخد بيض. هحتاج بيضتين. هضيف نص كوباية سكر، وهزود نص كوباية زيت. هضرب البيض والسكر والزيت مع بعض لحد ما لونهم يبقى أفتح. زودت ظرف فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أقلبهم مع بعض. هزود الدقيق، هحتاج من كوبايتين لكوبايتين ونص دقيق. زودت في الأول كوبايتين دقيق وقلبت بالمعلقة، وبعد شوية كده هتلاقي التقليب بالمعلقة صعب شوية. فهلم العجينة بإيدي، ومش عايزة أعجنها عشان ما تكونش جلوتين. وإذا احتاجت دقيق زودي، بلمها بس ما بعجنهاش، وده القوام اللي أنا عايزاه، تبقى ملمومة وتكون طرية في نفس الوقت. باسيبها ربع ساعة ترتاح وتتشرب السوائل. بافرد العجينة بين كيسين تخزين، بافردها بسمك رفيع. فردتها تقريبا بسمك سنتي. ممكن تفرديها بأي حاجة، بإزازة أو بأي حاجة، أو ممكن بإيدك. بقطعها بكوباية، طبعا الكوباية موجودة في كل بيت، أو ممكن تقطعيها بقطعة بسكوت. باعمل فيها أشكال بالسكينة، وباعمل فيها خطوط وأشكال هندسية، طبعًا أنتِ وذوقِك وفنِّك ممكن تشكّليها بأي أشكال تانية. بادخّلها فرن متسخّن درجة حرارته 180، بتاخد تقريبًا 20 دقيقة على الرف اللي في النُص. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، اتنفخت شوية وأخدت لون دهبي. وكده خلصنا البسكوت في منتهى البساطة، مقرمش وفي نفس الوقت بيدوب في البق، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربه. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.